أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير بطريقة بسيطة وسهلة، وهوريك ازاي يبقى الفطير مورق معاكي وطعمه جميل، وهتعمليه كل يوم وهتستسهليه. يلا بينا نشوفوا المقادير. معانا كيلو من الدقيق، وأربع معالق من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. في عجان تقدري تعجنيه بإيدك، يعني هو سهل، يعني مش هياخد معاكي حاجة. بالنسبة لي أنا حطيت في العجان كيلو دقيق وأربع معالق السكر ونص معلقة الملح، وعجنت. كيلو الدقيق ده أخد معايا كوبايتين وربع من المية. طبعا بيختلف نوع الدقيق عن بعضه، ممكن انتي وانتي بتعجني ما يحتاجش منك الكوبايتين، ياخد منك كوبايتين إلا كده، يعني على حسب. بعد كده بعجنها كويس، وبتكون العجينة معايا ما تكونش ناشفة، تكون وسط. بعد كده بسيبها انها تستريح شوية عشان لما اجي اشتغل فيها تبقى العجينة مرتاحة معايا. سبتها مدة 10 دقايق كده، وبعد كده ابتديت ان انا اخدها واقسمها نصين عشان ابتدي اشتغل في الدقيق ده. كيلو الدقيق اللي انا قلتلك عليه ده هيطلع لك فطيرتين كبار. تمام. خدت نص المقدار وحطيت فيه جزء من القشطة، حطيتها فيها. وبعد كده ابتديت افردها معايا كده بالمردانة لحد ما اتفردت معايا. كل ما انتي تشدي فيها وترقرقي فيها هي بتكون احسن بكتير، وبتكون مرقرقة معاكي وبتورق معاكي. بعد ما بتتأكدي منها ان هي اتفردت معاكي، وده طبعا في الغالب ان هي ممكن تتقطع، وده وارد، وده لازم طبعا انها تتقطع معاكي، ما تقلقيش، لان كل ده بيتلم معانا في اللم بتاع العجينة. بعد كده ببتدي ان انا احط لها القشطه والسمنه زي ما انت عايزه، بتحط لها المقدار الحلو ده بتمسحيها بيها. وبعد كده بتبتدي تتني الطرف بتاعها. كل ما تتني انت الطرف بتاع العجينه نفسها بتاع الفطيره، بتحط لها قشطه وسمنه زي ما انا عملت كده. يعني الجزء اللي انت بتتنيه بتحطي له، ما ينفعش ان انت تتنيها من غير ما تحطي لها، كده مش هتورق معاكي. عشان تبقى مورقه معاكي وكويسه وطعمها حلو لازم تعملي زي ما بقول لك كده. وبعد كده بتحطيها في الصينيه وتسيبيها ترتاح. وبعد ما بترتاح انتي بتقعدي تفردي فيها، بتتفرد معاكي وبتكبر معاكي زي ما انتي شايفه كده. انا حطيتها في الصينيه، ولما ارتاحت معايا اتكيت عليها وحطيت على وشها القشطه، وبقت بالمنظر ده. بشغل الفرن بقى، الشوايه من فوق والفرن من تحت على نار عاليه، وده بيبقى الشكل النهائي بتاعه. انا عملت بالكيلو الفطيرتين الكبار دول عشان دول مطلوبين مني، وبكيلو تاني عملت فطير صغير وهفتحها دلوقتي قدامك، وهتلاقي الفطيرة مورقة وكل، يعني طرية جدا ومورقة. وان شاء الله الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.